طبقنا اليوم معكرونة بيتزا. أول شي عندي مي عم تغلي، منحط لها شوية زيت نباتي وشوية ملح، منسقط المعكرونة بالمي ومنتركها لتستوي. بس استوت المعكرونة مناخدها ومنبردها بمي باردة عم صفاية. أنا هون شلت زبدية من مية المعكرونة، تركتها على جنب قبل ما أصفيها. زبدية من المي اللي سلقنا فيها المعكرونة. هلا بقلكن شو رح نعمل فيها. تحضير الصلصة: بقلاية على النار رح بنحط شوية زيت نباتي، رح بنحط بصلة مفرومة ناعم، سنان توم مفروم ناعم، وفلفلة خضرة مفرومين بالطريقة اللي بتناسبكن. بس يدبلوا شوي رح منضيف عليهن بندورتين مبروشين. بعدين رح بنضيف معلقة دبس البندورة، والبهارات اللي رح نضيفها بس ملح وفلفل وأوريغانو. نحن لأنه منحب الحد رح نحط شوية صوص حد. بس يتسبك معنا البندورة، زبدية المي اللي شلناها من المية المعكرونة اللي انسلقت رح نضيفها هون فوق الصلصة. هلأ بجات على النار رح منحط شوية صلصة، بعدين رح نحط معكرونة، بعدين رح نرجع نحط الصلصة ونقلبهم كلهم مع بعض. هلا هون رح منضيف كل واحد حسب اللي بحب. يعني هلا أنا حطيت بس فطر وحطيت زيتون. فيكن تحطوا ذرة، فينا نحط مرتديلا، أي شي بتحبوه فيكن تحطوه بهاي المرحلة. آخر شي رح أحط أشقوان وسكر والشجات كله بالأشقوان مشان ناخده على الفرن. هلأ هو الفرن بس لحتى ندوب الأشقوان وبيكون جهز الطبق معنا. والآن مع المفاجأة الكبرى. ايه والله بس هيك فجر جات بالفرن، ما طلع وما أكلنا منه. بس جد طيبة، جربوها. أنا مجربتها من قبل، بس لا تجربوها بجاطات البريكس، جربوها بأي شي تاني.